السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى اقول لك، لو عندك كيلو دقيق واحنا خلاص زهقنا من الطبيخ وزهقنا من الاكل والصلصة والمحشي، تعالى اقول لك نعمل ايه. بس قبل ما اقول لك تعالي نعمل ايه، نعمل لايك، نعمل اشتراك، نعمل تفعيل الجرس. يلا بينا على شرح الفيديو، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب كده تكونوا بخير. النهارده بقى ايه، احنا زهقنا من الطبيخ كل يوم كل يوم. قلت لا، انا هعمل النهارده يعني اكله جميله جدا. هعمل فطير محشي باللحمه المفرومه. طبعا انا عندي فلفل الوان الاصفر والاحمر والاخضر، الفلفل واد البصل. هنعمله في الكبه وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. وعندي هعمل كيلو دقيق، يعني كيلو دقيق اهون هاكله، وهنمشي مع بعض خطوه خطوه. وهنطلع من طبيخ كده الروتين بتاع كل يوم كل يوم طبيخ طبيخ. والنهارده اخر الشهر قلت لا، انا عندي اللحمه في البيت، والاوفر ان انا اعمل احلى فطير محشي باللحمه المفرومه. لو انت عندك لحمه مفرومه، انا عندي نص كيلو في الفريزر طلعته. ومع بعض كده خطوه خطوه كده مع بعض، يلا بينا. كيلو دقيق حطينا عليه معلقتين سكر، معلقه ملح اللي هي معلقه الشاي. طبعا هنا خلصت هنا الفلفل الالوان، لسه هضيف عليه اللحمه المفرومه. هنا معلقتين خميره فوريه من عند العطار، و3 كوبايات ميه دافيه. كده حطينا معلقتين خميره زي ما احنا شايفين، معلقه ملح اللي هي معلقه الشاي، تكون معلقه يعني اللي هي بتاعت اللي احنا بنعمل بيها الشاي، المعلقه الصغيره، معلقتين سكر. وهنقلب النواشف كده كلها مع بعض اهي. احنا بقى ايه، الحاجات دي موجوده عندي في البيت، واخر الشهر بيبقى يعني الحاله ضنك خالص، يعني مفيش لسه ما قبضناش. فقلنا لا، انا هتصرف النهارده، ومنه تغيير، الواحد زهق طبيخه كده. قلت لا، انا هتصرف النهارده كده. واللحمه كانت عندي، والفلفل الاخضر الالوان كان عندي. قلت لا، انا هعمل ايه الغدوه الجميله دي، وهو يوم وبنعديه من احلى الايام. طبعا احنا محضره طبعا الميه لازم تكون دافيه زي ما احنا شايفين كده. الميه دافيه 3 كوبايات، يعني حط الكوبايتين، ولو التالتة انت احتاجتيها خديها. وهنقلب كله مع بعض. طبعا ما ننساش ان احنا هنحط يعني بتاع معلقتين زيت اهو، معلقتين زيت ذره، يعني مش اي زيت، زيت ذره، لان زيت التموين بيبقى له ريحه كده يعني مش حلوه. فلو عندك زيت ذره حطيه افيد احسن من الزيت التموين. وهنعجنه مع بعض كده، ولو احتاجت ميه هنحط. طبعا العجينه اخرت 3 كوبايات ميه زي ما احنا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله. هنقوم ايه، عايزين نخمرها، يعني عايزين ايه نخمرها، نرش على وشها بس كده ايه، يعني اهو كده زيت كده. وهنخمرها بورق، هنلفها بورق الاسترتش، وهنسيبها بتاع نص ساعه تتخمر. وبعد كده نحضر اللحمه المفرومه مع بعض، واقول لكم هنعمل ايه. طبعا هنا نص كيلو لحمه مفرومه. طبعا الفلفل، يعني الفلفل اللي عندك كله، فلفل الوان، فلفل اخضر، كل ده بيتطحن مع البصلتين طبعا في الكبه. وبعد كده حطينا عليهم ايه 7 بهارات، فابريكا، فلفل اسمر، الملح طبعا. وهنعملها مع بعض، هنقلبها كلها مع بعض اللحمه المفرومه هي. وبعد كده ايه هنشوف مع بعض. احنا خلصنا الخلطه بتاعت الحشو زي ما احنا شايفين كده. انا مش هقول لكم الريحه يعني عامله ازاي، طبعا كلنا عارفين ريحه الفلفل لما بتخش مع البهارات واللحمه المفرومه والحاجات دي بتبقى جميله جدا. كده هنقرص بقى ايه العجينه، وهوريها لكم ازاي انها تقرص، وانها هنحشيها وهيبقى احلى فطير. دي اكله اخر الشهر، دي اكله اخر الشهر. طبعا كده العجينه اهي جاهزه، بسم الله ما شاء الله عليها. هنقرص وهنعمل بيها احلى فطير، يلا بينا. طبعا احنا زي ما انتم شايفين كده كورت اللحمه المفرومه، بس طبعا مش كلها، انا سايبه لسه ما كورتش العجينه اهي. واحنا طبعا ايه هنبطط العجينه كده، هنفردها كده، وهنحط دي فيها من النص كده اهون، وهنلف
يعني هنلفها كده مع بعض اهي، بنلمها كده مع بعض كده اهي، زي ما كنت يعني كحك وبتحشيه اي حاجه، بس ده الفطير ايه بنلمه كده اهو زي ما احنا شايفين كده اهو، وهنفردها واوريها لكم. طبعا كده عملت اول صينيه زي ما احنا شايفين، وهتسيبيها برده تخمر، يعني ايه سيبيها ريحيها شويه تخمر، وبعد كده نبقى ندخلها على درجه حراره 180 200. طبعا انا مشغله الفرن دلوقتي، بس انا هسيبها ايه ربع ساعه كده تخمر، وبعد كده هنحطها مع بعض في الفرن وهوريها لكم. وهنعمل بقى ايه بقيه الكميه، لسه عندك كميه كبيره. واللي يفيد من الخلطه دي لا ما ترميهاش، هنعمل بيها ايه، هنعمل بيها برده رغيف حواوشي جميل جدا، بتبقى اكله يعني هتستفيدي برده من اللي هيفيد منها. بسم الله ما شاء الله عليها. يلا بينا. طبعا انا خلصت وحطاهم في الفرن دلوقتي، وبعد ما اطلعهم من الفرن اكيد ايه هوريهولكم طبعا، وهنشوف احلى ايه اكله كده بتاعت اخر الشهر جميله جدا. طبعا انا فاض مني هنا خلطه طبعا بيها ايه، لا انا جبت كان عندي عيش في التلاجة، قلت لا انا هطلعه وهنعمل ايه عيش حواوشي اهو، نعمل بالخلطه دي حواوشي. وهنا الزيت بالفرشه عشان هندهنه ونحطه في الصينيه. يلا بينا بس كده عشان ماسكه التليفون، فانا هخلي ايه جوزي هو ايه بس يعبي ايه العيش عشان انا بصور له. بتبقى اكله جميله ومع حاجه ساعه كده، وهنعمل جنبها بطاطس برده محمره. والله العظيم بتبقى اكله يعني انا بحبها جدا عن نفسي، انا بحبها جدا كده. لازم بتمليه كده، احنا عايزين نمليه كده قوي يعني زي ما احنا شايفين كده. كده ده تاني واحد اهو زي ما احنا شايفين. انت هتعملي الاكله دي بنفس المقدار اللي انا قلت لك عليه، معلقه بهارات اللي هي 7 بهارات، معلقه فابريكا، فلفل، ملح، هي دي اللي احنا بنحطه ايه عليها. لو عندك بهارات لحمه او ممكن حط عليها بهارات اللحمه تبقى جميله جدا زي ما احنا شايفين كده. احنا عملنا 2 هم، بسم الله ما شاء الله. هنعمل فيهم ايه دول، هنا في زيت بس زيت ذره طبعا، هندهنهم كده. عايزه تدهنوهم بالسمنه، عايزه تدهنوهم بالزيت، بس ايه زيت الذره بيبقى مفيد جدا وخفيف ايه على المعده زي ما احنا شايفين كده. وبندخلهم ايه الفرن. بسم الله ما شاء الله. والله العيش كان عندي انا ما اشتريتش حاجه من بره خالص، يعني الامكانيات كلها كانت في البيت، وبتبقى اكله جميله. طبعا خلطت جنبها بطاطس، هنعمل جنبها بطاطس مقليه، يعني بقولك ما ترموهمش يعني ايه، او لا نستغلهم نعملهم ايه رغيفه حواشي، الباقي كده نستغله باذن الله. ده اخر واحد، هم اخدوا 5 رغيفه صغيرين من الابيض، من العيش الابيض. طبعا كده هم اخدوا 5 رغيفه، دهنتهم زيت بالفرشه وهندخلهم برده الفرن. وبكده يا حبايب قلبي اكون انا خلصت. شايفين كده قد ايه مطلع معايا قد ايه، بسم الله ما شاء الله. لازم يكون كده مستوي من تحت كده ومن فوق، اللهم صل على النبي. وجنبه عملنا طبق بطاطس. وتعالوا بقى نشوف ان احنا استغلينا الخلطه الباقيه، بسم الله ما شاء الله. شايفين الحواشي من جوه عامل ازاي، كأني بعمل حواشي بالظبط والله. وهنا طبعا قسمتها لكم 2 اهي، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. مستويه وجميله وموفره في نفس الوقت. انت الامكانيات بتبقى عندك في البيت، ما بنجيبش حاجه من بره والله. وجنبها احلى طبق بطاطس، وطبعا ما تنسيش الحاجه الساقعه جنبها، بسم الله ما شاء الله. ولا ننسى الحاجه الساقعه ابدا، لا اي حاجه انت بتحبيها، بيبس اي حاجه انت بتحبيه بنعمله. بتبقى اكله جميله. وكده بنخرج من يوم احنا كان فيه طبيخ ومحشيات وده، لا دي كده الاكله دي موفره جدا، وبتطلع كميه كبيره
بتقدر يعني الكيلو دقيق مطلع كميه كبيره جدا. انت لو انت يعني عدد الاسره بتاعتك قليل ممكن تعملي نص كيلو دقيق. وبسم الله ما شاء الله هنعمل جنبها طبق بطاطس محمر كده زي ما احنا شايفين الجمال. واحنا استغلينا برده اللي هي الخلطه وعملنا 5 رغيفه حواوشي، الباقي لسه في الفرن زي ما احنا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله مستويه وجميله جدا. ويعني بصراحه هي يعني جميله. انا مش هقول لك على الريحه بس هقول لك جربيها وهتعمليها نفس اللي انا عاملاها. بسم الله ما شاء الله. اشوفكم ان شاء الله كده في فيديو اخر من مطبخنا الشعبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.